السلام عليكم. اليوم راح نعمل تشيز كيك بدون فرن وبدون بيض على طريقتي. يلا نشوف سوا طريقة التحضير. بقلب جاط عميق ضفت باكيه من البسكويت المطحون، استعملت انا الدايجستيف و100 جرام من الزبدة الدايبة، ومنحركهم كتير منيح لحتى البسكويت يتشرب كل الزبدة، وبستمر بالتقليب لحتى احصل على قوام مثل الرمل. وبفضي البسكوت قالب لتشيز كيك، وبحاول رصهم كتير منيح بقاعدة القالب، خليهم قد ما فيني على سوا بعضهم. جبت كوب قفاء أملس لحتى يساعدني أكتر بالرص ويطلع وشهم ملس. أول طبقة من تشيز كيك صارت جاهزة، بنحطها بالمجمد تقريبا ساعتين. للطبقة التانية بحتاج كريمة شانتيه، كريمة الخفق، بخفقهم بالمضرب الكهربائي على سرعة عالية، وبضيف لهم تقريبا معلقتين ونص من كريم تشيز، وبستمر بالخفق لحتى يتقل عندي القوام ويصير عندي مثل الفوم. وبضيف لهم كمان معلقتين من سكر البودرة، أنا هون عندي السكر نوعيته جيدة ما في داعي للنخل. بقلب كوب فيه مي عم تغلي بدوب معلقتين من الجيلاتين البودرة النباتي، وبستمر بالخفق، وبفضي الطبقة التانية فوق طبقة البسكويت، وبحاول قد ما فيني ملسها. والطبقة التانية صارت جاهزة عندي، برجع حتى بالمجمد من 6 ل 8 ساعات. هون عندي شوية فريز عم قطعهم بشكل طولي لحتى أزين فيهم تشيز كيك. وللطبقة الأخيرة ذوبت ظرف جيلو بقلب كوب من المي المغلية، وبرجع ضيف عليه كوب من المي الباردة، وبسكبهم فوق القالب، وبرجع حط القالب بالفريزر حتى يجمد عندي الجيل. وهون من بعد ما شلت التشيز كيك من القالب، شوفوا ما شاء الله شكله بشهي، شوفوا الطبقات ما أحلاهم. وشكرا كتير لكم على المتابعة الحلوة. باي.